وفقا للمصادر المحلية، في بلدة ليان مويو مقاطعة شان شان التي يوجد بها 8 مساجد تم هدم 7 منها، ويسمح للإيغور المحليين فقط بالذهاب إلى المسجد الوحيد المتبقي. وقال أحد الإيغوريين: في كل يوم يأتي كل يوم للصلاة في المسجد 13 شخصا من الإيغوريين فقط، ويقومون بذلك في أوقات الصلاة الخمس، وفي كل مرة يجب عليهم أخذ بطاقات الهوية معهم، وعليهم الدخول إلى المسجد عن طريق بصمات أصابعهم. وقامت الحكومة بوضع 37 موظف حكومي لمراقبتهم. وفقا لتقرير صوت أمريكا، فإن مدير مركز شينجيانغ للأبحاث الثقافية الشعبية في جامعة شينجيانغ ريلا داوتي تحظى باحترام كبير في المجال الدولي في بحوث الثقافة الإيغورية، وقامت بالذهاب إلى أوروميتشي من بكين في ديسمبر من العام الماضي، واختفت آثارها بعد ذلك. ويعتقد الأصدقاء والأقارب أن الحكومة الصينية اعتقلتها سرا. وذكرت نيويورك تايمز أن أحد الأقارب فقد الاتصال بها منذ أكثر من 8 أشهر، ولم يعد الأقارب بإمكانهم الصمت أكثر لأنها ستكون غير قادرة على استعادة حريتها. وإن وضع عالم أكاديمي في السجن دليل على الطريقة التي تضطهد بها الحكومة الصينية الإيغور. وحاول كانغ وان مؤسس مؤسسة سان فرانسيسكو للحوار الاتصال بالسلطات الصينية ذات الصلة والسؤال عن مكان وجودها، ولكن لم يتمكن من الحصول على أي معلومات. وقع الرئيس الأمريكي ترامب على قانون ميزانية الدفاع للعام 2019 في 13 من أغسطس، وارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 2.6% ليصل إلى 716 مليار دولار، وهو أعلى معدل خلال 9 سنوات. وقد ردت الصين وروسيا بقوة واعتبرت هذا تصعيد خطير. في اللقاء الرسمي بين طاجيكستان وأوزباكستان منذ 17 عاما بسبب قضايا الحدود المتنازع عليها بين البلدين، بحيث توصل البلدان إلى الاستخدام المشترك لموارد المياه والتعاون التجاري بينهم، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأمن. وتم إجراء محادثات بخصوص الوضع في أفغانستان، وقد وقع البلدان على اتفاقية شراكة استراتيجية. استخدمت الولايات المتحدة قضية صواريخ S-400 والقس الأمريكي برونسون لفرض عقوبات اقتصادية على تركيا. وهددت الولايات المتحدة تركيا 3 مرات خلال 24 ساعة فقط. في 16 من أغسطس طلبت الحكومة الأمريكية مرة أخرى من تركيا إطلاق سراح القس الأمريكي برونسون، وهددت بفرض المزيد من العقوبات على تركيا. وقال وزير الخزانة الأمريكي في اجتماع مجلس الوزراء بالبيت الأبيض إنه إذا كان الجانب التركي لا يعتزم إطلاق سراح القس في أقرب وقت ممكن، فإن العقوبات ستنفذ على الفور، وسيتم فرض المزيد من العقوبات على تركيا.